السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتستمر السرقات في ميزانية الدولة رغم انكشاف المستور، فأصبح المستور علنيا بلا خوف بلا قريب وبلا حسيب، وكأنما حكومة العمالة تتحدى الشعب العراقي بعدما تأكدت أن لا يوجد شعب يردعها أو يوقفها عند حدها. هل السبب في أن الحكومة العميلة في العراق قد وصلت مرحلة الاطمئنان بأن لا وجود لمن يوقفها عند حدها، مسنودة بميليشياتها وعصاباتها وأسيادها الذين جاءوا بها على ظهر الدبابات؟ أم السبب هو الشعب النائم الصامت الساكت عن حقه؟ نقدم لكم أيها العراقيين سرقة جديدة في هذا الفيديو، لذا يرجى الاطلاع. محافظة البصرة اخوان الحكومة قررت تسوي متنزه على الطريق الدولي الرابط بين البصرة والناصرية قرب مطار البصرة، وتبعد عن المطار تقريبا 5 كيلومتر. قيمة هذا المتنزه ايش قد؟ 99 مليار و999 مليون. ايش قد؟ 99 مليار و999 مليون. رب سائل يسأل شنو هاي التسعات؟ ليش ما سووها 100 مليار وفضوا الموضوع؟ هذا السؤال يجاوبكم عليه رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني. ليش ب99 مليار و999 مليون؟ وأيضا نسأل السيد وزير التخطيط محمد تميم، معالي الوزير أحلفك بالله ومحمد وعلي، هذا المشروع مشيته برضاتك لو قوة عليك؟ اخوان الاعزاء، راح نروح لمراسلنا من البصرة الناشط عمار الحلفي ليطلع الرأي العام على مكان هذا المتنزه. شوفوا هذا المتنزه اخوان وين راح يسووه، وهل تستحق هذه الكلفة المالية أم لا؟ أهلا عمار، تفضل. أهلا حيدر. هذا هو مكان الحديقة المقدسة اللي قيمتها 100 مليار. هذا هو المكان، طبعا قرب المطار. هذا هو المطار، وهذا السريع اللي يربط البصرة بالناصرية، ومثل ما جاي الشاهد يبعد عن مركز المدينة تقريبا 20 كيلو. أنا اليوم أتساءل، أوجه تساؤل فقط، من الأولى اليوم تسوى